المصريين اللي بيقولوا وقاعدين تتكلموا وتدافعوا على ثوره بلدكم وعلى كرسي بلدكم وعلى بلدكم. شوفوا الفيديو ده كده. وانتوا بعدكم يا مصار قاعدين ببيوتكم شو بتسووا؟ نحن بيشرفوكم بيشرفوا اللي احسن منكم. افتحوا الحدود واستوعوا على نفسكم. نحن كل شعبنا شباب، اذا بنزل 40 مليون مصري على الشارع لا بضل حكومه عربيه ولا حكومه امريكيه ولا حكومه اسرائيليه. يسقط حكم العسكر، يسقط السيسي. الحيوان السوري ده بيشتم في المصريين وبيشتم فينا كلنا اجمع، يعني مش بيشتم في واحد بعينه، لا. انا بس عايز اعرفكم ان احنا في اشكال مندسه بينا، او ناس يعني لهم اتجاهات مختلفه وعايزين الدوله تقع باي شكل، هم اللي بيسخنوا الناس ده علينا. لما يطلع واحد سوري زي ده تقريبا عيلته واهله كلهم عايشين في مصر وبياكلوا من خير مصر وفاتحين مشاريع في مصر وعايشين في امان في مصر، وهو عايش في دوله اوروبيه ورايح عند السفاره المصريه ويشتم ويقل ادبه على المصريين كلهم. يعني هو قال الكلام ده ونسى ان اهله عايشين في مصر هناك في امان. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت كراجل او واحد مش مصري وطالع تشتم وتقل ادبك، شويه نلاقي واحد سوري، شويه نلاقي واحد ما اعرفش هندي، كل شويه نلاقي واحد اردني. كل واحد بقى دلوقتي بقت مصر سهله بالنسبه له ان هو يطلع يشتم ويقل ادب ويغلط فينا. طبعا الرجاله المصريه اللي كانوا بيقفوا هناك قدام السفارات ودافعوا عن بلدهم دول لا وحشين، دولت معرضين. اما اللي يعمل كده ويهين الدوله بتاعته يبقى جامد وحلو ومفيش منه اتنين. انا مش عارف اقول ايه في الحوار ده، بس انا اللي عايز اقوله خلوا بالكم يا رجاله، الرجاله المصريه، الشباب المصري خلوا بالكم، عشان انت مش هتقبل على نفسك ان دولتك تتهان حتى بكلمه. ما يجي واحد زي ده رخيص ملوش لازمه وملوش قيمه يطلع يغلط في بلدك قدام السفاره عشان هو عايش في دوله اوروبيه يشتم ويتكلم براحته. خلي بالكم من الخرفان والاشكال الوسخه دي، عشان انا لو شفت حد من الاشكال دي هدوس عليه برجلي. انا كراجل مصري وراجل مصري حر، اي كلب من دول هشوفه هدوس عليه برجلي. حسبي الله ونعم الوكيل. وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر.